تخيل معايا انت دابا في الفضاء ووصلتك رساله مكتوب فيها: نعتذر، ابقى في الفضاء، لا يمكننا إعادتك إلى الأرض، فالدولة التي أرسلتك لم تعد موجودة. فكيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالك؟ ضرب معك لايك وكمل الفيديو. في سنة 1991 انطلق غريغاليف للفضاء من قاعدة باكيونور السوفيتية اللي كتواجد حاليا في كازاخستان، واللي كان جزء من الاتحاد السوفيتي شحال هادي. ومن بعد ما دازت 4 شهور على غريغاليف في الفضاء بدا كيسمع واحد الرسالة على نشرة الأخبار من مذيع تلفزيوني روسي، واللي تيقول: هنا موسكو، الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا بعد الآن. والجنسية اللي عند غريغاليف هي جنسية سوفيتية، واللي ما بقاتش كتواجد في هذاك الوقت وتقسمت على عدة دول. وهذا الشيء كيعني ان غريغاليف المسكين غادي يبقى في الفضاء. فبقى في صدمة وحيرة شهر من ورا شهر، وفين ما تواصل معاهم تيقولوا ليه: لا نستطيع إعادتك الآن. فانتشرت القصة ديالو في الصحف والمجلات العالمية، حتى قررت ألمانيا واحد القرار صعيب وخسرت عليه 24 مليون دولار تقريبا، رغم انهم في هذاك الوقت كانوا مازال متأثرين بالأزمة. ونهار 25 مارس سنة 1992 رجعوه للأرض، وكنوا عليه آخر مواطن